اليوم راح نشوف المقاطع السيئة بالعراق. المقاطع السيئة بالعراق شيء غريب جدا، يعني ما بتتخيل. طبعا نحن حكينا سابقا بالمقطع الماضي، شرحنا انه كل بلد فيها شيء سيء وفيها ناس مبدعين كمان، هذا شيء طبيعي، ونحن راح نحكي عن كل البلدان. طبعا شو لكان اكيد الناس تفهمت، كل الناس تفهمت هذا الشيء، بس في ناس سبحان الله يعني بتشرح له وبتوضح له كمان وما بتفهم. يعني شو متأمل من حياتك انت؟ شو متأمل من حياتك؟ ليش متعب حالك ومتعبنا معك؟ خلص اصلا ليش لحتى ناقشك وتعب حالي؟ شغل نشوف. انتم بس قلوا لي شايفين فراولة تاكل فراولة؟ ابد ما شايفين. لا والله ابد ما شايفين، نحن شايفين راس فجل بياكل فراولة. انت شايف شي مرة نفسك على المراي؟ ها؟ ابد ما شايف. تفضل مثلا هذا شو بتصرف معه؟ ورطت نفسك بمشاكل ما لك فيها، كله بسبب الثقة المفرطة بالنفس. الثقة المفرطة بالنفس ممكن تسبب لك مشاكل صدقني. بعدين انت شوف، بيني وبينك ما راح احكي امام الناس مشان ما احرجك، اوكي؟ الموضوع هذا ما بيطلع لبرا. انت شاب بالغ، بصير يكون اظفرك على هذا الشكل مثلا؟ ها فهمني بس سؤال، يعني انت راضي عن هذا الشكل؟ ليش مجمع تحته كل هذه الانجازات؟ ناوي تعمل مشروع زراعي لزراعة الفجل والفراولة مثلا؟ طيب بنعكس السؤال، انت شايف شي مرة هذا الاختراع؟ ابد ما شايف. شو لكن هو بتعرف شو الغلط؟ مش منك، الغلط من الناس اللي شجعتك ودعمتك، والغلط الاكبر من شركة الاتصالات. لازم ما تعطيكم اشتراك، كانت وفرت علينا وعليك. المهم لازم هذا الكلام تاخذه بعين الاعتبار. اول نصيحة انك انت ما تكون عندك الثقة المفرطة بالنفس، وثاني نصيحة هذا الاختراع لازم تستخدمه. اوكي يلا بلا ما نضيع وقت خلينا ننتقل للفيديو اللي بعده. يا سلام، هذا لا نصائح ولا شيء بيمشي معنا. عرفت كمل. ألف مبروك ألف مبروك، نحن مبسوطين انك راح تتزوج، كلنا مبسوطين. يعني نحن بنعرف هون انه انت راح تنتج المزيد من هذه الكائنات. احسنت، استمر. ما شاء الله على جمالك الساحر، جمالك أبهر كبدي، مسحور بهذه الكاريزما اللي عندك، حتى ما إلي نفس كمل المقطع، خايف من الأشياء اللي جاي. على أي حال نحن راح نكتم الصوت، لأنه كل المقطع عبارة عن دبشة رقصة. هذه كل الأغنية، مشان أختصر عليكم من نشيل الصوت. واو، أجمل من العريس، أجمل. ما شاء الله الشباب مثل الورود. لا كلا عريس، لا لازم القمل اللي عندك ما ينتقل للقمل اللي عنده. كل حدا عنده نوع معين حابب يربيهم، لا تخلط انت تربية القملات تبعك بتربية القملات اللي للناس. حتى لو انك عريس انت لازم تلتزم بهذه القواعد يا اخي. ما شاء الله، يعني الله يعينها اللي راح تتزوجها. هي شوف، هي اكيد عملت شيء كبير لحتى الله معاقبها فيك. اول مرة بشوف عقاب جاي على هيئة عريس. المهم ما راح نشوف المقطع كله كاملا، انتو حفاظا على الصحة العامة للمشاهدين يعني كانوا بيرقصوا بيسووا هذه الحركات، هذه المقاطع البسيطة. بس هون لازم نعطي الميك اب ارتست حقه. اللي حابب يعمل اي شيء ميك اب عناية بالبشرة وهيك لازم تتواصل مع الميك اب. شوف التعب، شوف الادوات اللي بيستعملها، من ادوات بسيطة بس مجرد كلينكس بيعطيك نتائج مبهرة، نتائج زفت. شو مبهرة؟ نتائج حلزون طحالب مدهون بالزفت. كمل اصلا انتم مش مصدقين انه هذا ميك اب ارتست، بعرف. شوف في ناس بيحكوا عنه من أصحاب الذوق الرفيع، أنت أكيد ما بتعرفه. صحيح، خليني أخبركم شيء، هذا الكلام موجه إلك وللطاقم القائم على هذا العمل وإلى جميع الأفراد المشاركين والمساهمين. راح أعرفكم على مصطلح أنتوا على الأغلب ما سمعتوا عنه سابقا. خلينا نعتبر أنه الماضي الأسود خلص راح انتهى، لازم حاليا نبدأ من جديد، إعادة تهيئة. لازم نتعرف على مصطلح الذوق هو شيء انت بتحس فيه، ليس بالضرورة انه يجي حدا ينخشك لحتى تحس فيه، لازم يكون موجود عندك، وهو المسؤول عن المظهر والشكل والأناقة.
وأكيد بعض الأمور الأخرى، ولكن أنت ما عندك أي شيء من هذا الشيء، لا بالمظهر ولا بالأناقة ولا بالأمور الأخرى. عندك أنت أمور أخرى، عشان هيك لازم تتعب على نفسك وتحسن من الذوق. وكيف نستطيع تحسين الذوق؟ من خلال التغذية البصرية والتواجد في البيئة المناسبة. طبعا بحالتك أنت ممكن ما يتحسن لأنه الذوق عندك معطوب تماما غير صالح للاستخدام، فاعتبر أني ما حكيت شيء وكمل حياتك طبيعي. حبيبي أنت بعرف أنك مستغرب ومتفاجئ وحزين لأنك أنت بيصير فيك هيك، وبعرف أنه أنت ما لك ذنب وما عملت شيء، بس شوف لازم تعرف شيء، أنه إذا حب الله عبد شو ابتلاه، وأنت هذا اختبار إلك أنك تعيش بهذه الفئة من الناس. طبعا بخبخ ورشرش مع بيها مي ونازل تبخبخ، شو مفكر نحن ما بنعرف هذه الحركات؟ بعدين عندك مناسبة فرح، جيب لك شيء أحسن. علبة العطر هذه مش بس تقليد، هذا من النوع اللي البياع بيدفع لك لحتى تشتريها، بتكون فيها مي وسكر وبس تستعملها بيطلع منها ريحة خنافس، بعرفها. يا ميك اب ارتست، انت شو هالموديل الزفت اللي عامله هذا؟ ليش عامل موديل ابو سعد؟ ومن اول مقطع مسوي لي فيها انه انت الهادئ الرزين اللي خاطف قلوب النساء صاحب الجمال الساحر، يعني حركات ابو سعد ها لا تسويها. شوف هذا مثلا فتح مكالمته من اول الطريق لاخر الطريق. هل تعلم انه انت فيك تحكي مكالمتك داخل السيارة، مش ضروري تظلك بالهواء الطلق يعني؟ وهل تعلم انه اللي بيحكي معك صارت اذنه غير صالحة للاستخدام، لانه ما بيكون سامع صوتك، بيكون سامع عواصف. ما نشغل مخك بترتاح بحياتك، يعني موضوع سهل بسيط. بس شوف لاحظت شي هون، انه الحجة هون بترقص مع ابنها ومبسوطة بالعرس تبعه وكذا. شوف يا حجي، يعني انت شكرا لجهودك وما قصرتي نهائيا، وشكرا على انك تعبتي على تربية هذا الطفل الرائع، بس انت هون اثبتي لنا صحة المثل اللي بيحكي انه القرد بعين امه غزال. وشكرا للجميع، الى اللقاء.